هو انا يعني ده قرآن عليا ان الزمالك طول عمره طول تاريخه بس فرق زي دي؟ يعني انا مكتوب عليا ان انا افضل عايش طول عمري متاكد ان انا لو هنافس في مره على دوري انا ممكن اخسره بسبب فرقه زي المقاولين؟ هو انا دايما مكتوب عليا ان انا لعيبتي بتعمل اسوأ مباراه في حياتها قدام الفرق الصغيره زي دي، تعمل ماتش عالمي قدام اهلي وبيراميدز وسيراميكا وبنك وتكسب كل الفرق الكبيره واتغلب من جونه وداخل؟ هو انا السيناريو على فكره الكوره في مصر انا قربت اصدق انها سكريبت. ده مش طبيعي. مش كل سنة، مش كل موسم، مش طول عمري دايما نفس الأسباب، نفس حرقة الدم، نفس وجع القلب، نفس العند بتاع المدربين في المطوشة اللي دايما. ليه؟ يعني ليه الماتش ده بالذات انت مصمم تعند فيه؟ بتثبت لمين وجهة نظر انت عارف ان هي مش هتنفع؟ بتثبت لمين ان ناصر ماهر وينج؟ يا عم مش وينج، اقسم بالله ناصر ماهر ما وينج. ناصر ماهر الماتش اللي فات لما دخلته في قلب الملعب كسر الدنيا. ايه تصميمك على ناصر ماهر في ناحيه اليمين؟ مش مدرب ولا اتنين ولا تلاته، ده كل المدربين اللي مسكوا ناصر ماهر لغز في دماغي كده هيجنني. ليه؟ بتعند مع مين؟ وبتعند ليه؟ وعايز تثبت ايه بوجود ناصر ماهر في الوينج؟ انا الحقيقه مش لاقي لها مبرر. جمهور يعني انا لا ده أنا يعني هاخد راحتي في الجمهور شو حبتين. جمهور نادي الزمالك من اول دقيقه لاخر دقيقه ما قصرش. من اول دقيقه لاخر دقيقه تشجيع ودعم للعيبه. من اول دقيقه لاخر دقيقه الجمهور ما قعدش على حيله. من اول دقيقه لاخر دقيقه ضغط على الحكم وضغط على كل اللعيبه اللي موجوده في المقاولين عشان تساعدك تكسب الماتش. تحفه فنيه الجمهور عاملها، وبرومو والدخله والدنيا زي العسل وشيكابالا والدنيا. ليه عكننت ده كله بنتيجه زي دي؟ ليه فرقه زي المقاولين دي بتلعب ب10 لعيبه؟ اقول لك على حاجه، المقاولين دي انا بقول لك مش هتكسب ماتش في الدوري. المقاولين مثلا غلب لها 4 5 من الاهلي، 3 4 من بيراميدز، 3 4 من سيراميكا. اشمعنى احنا الفرقه زي دي بتلعب بالمنظر ده وبيلعبوا بالقلب ده؟ ليه؟ طبعا حقهم يعملوا اللي هم عايزينه طالما بيلعبوا بشرف يبقى حقهم. بس انت ناي ليه؟ بدأت الماتش بتشكيله غلط. خلينا نبدأ بالشوط الأول. الزمالك بدأ الماتش بصبحي، الونش، عبد المجيد، بنتايج، وعمر جابر، قدامهم دونجا وشحاته وعبد الله السعيد وناصر ماهر وادم كايد والدباغ. انا ليه العب؟ ليه انزل ماتش قصاد فرقه انا متاكد مليون في الميه انها هتنزل مقفله عليا بثلاث لعيبه بيلعبوا 10؟ ليه؟ مفكر ما يعني انت عايز تمسك على كوره، عايز تمسك كوره على فرقه بتلعب في ال 18. طب انت مسكت الكوره ماذا بعد؟ ولا اي حاجه. شوط اول صفر فرص، صفر فعاليه، صفر كل يعني حط صفر من هنا الصبح لا ما عدا حاجه واحده طلع بانذار او بانذارين. ليه ماتش زي ده اعمل كده؟ يعني نقول يا عم التشكيله خانته والراجل كان راسم حاجه في دماغه ما لقاهاش. طب بدات الشوط الثاني مصمم على وجود ناصر على الطرف ليه؟ الدباغ ما تسيبه شويه في الملعب، الراجل الكره في رجله حلوه عامل حس كده، عامل حركه كده قدام، ما تسيبه مع ناصر منسي. سيبه مع ناصر منسي ولو 10 دقايق حتى. الفينا الراجل البرازيلي نزل عمل لك حس. طب لما انتوا عارفين ان هو كويس طب ما تنزلوا بدري شويه. انت كده مش خسران حاجه، انت كده خسران نقطتين، ما تنزله يمكن يعمل حاجه. معالي لما نزل عمل حس شويه مع بنتاج ناحيه الشمال. اللي هموت واعرف ايه تصميم دايما كل المدربين اللي بيجوا ان انا العب ناحيه الشمال بس. الشوط الاول الزمالك رجليه اليمين مقطوعه، عمر جابر كان نايم في البيت تقريبا، ولا هجمه من ناحيه اليمين، كله من ناحيه الشمال. عرفت ناصر ماهر كان مختفي ليه؟ ويعني واخيرا بس عشان يعني يا جدعان الكوره دي بطلت من زمان. الكوره اللي من ورا اللي قدام دي بطلت من زمان، والله بطلت من زمان. ده انا امبارح لسه بقول لاهلي ما كانت عرضيات، احنا بنعمل عرضيات غلط. انت بتلعب كوره طوليه مش عرضيات. الاهلي بيعتمد على الكوره العكسيه اللي المدافعين ما بتلحقش تغير اتجاهاتها بيجيب منها اجوان. انت بتلعب الكوره في وش المدافع بتقول له استلم على صدرك. ده ايه ده؟ ده انا عايز افهم ده اسمه ايه؟ حد يفهمني ده اسمه ايه؟ ماتش للنسيان. ماتش اتمنى من الله يكون حاجه زي ميه دش ميه ساعه كده ترمى في وش فيريرا عشان يفوق في اللي جاي ان اللي في دماغه غلط.
الثلاثه اللي بداوا النهارده ما يلعبوش مع بعض، الثلاثه بيلعبوا في نفس المركز. ظلمت لعيب زي ادم كاي، ظلمت عبد الله السعيد اللي طلبت منه مجهود اكتر من مجهوده، ظلمت لعيب زي ناصر ماهر عامل ماتش عالمي، الماتش اللي فات ده من سيراميكا اللي هي فرقه اجمد 100 مره من المقاولين. ظلمت كل الناس دي. ظلمت بنتايج وعمر جابر اللي انا متاكد ان هم بيعملوا عرضات كويسه، بس انتوا مصممين تلعبوا كور بعيده. وهنا برضو نيجي اعتاب على اللعيبه، يعني انتوا مفيش مخ، مكن يعني بتنفذوا كلام المدربين يعني بالنص يعني يعني مش عايز اقول يعني يا جدعان، لا مش اول كل موسم وجع القلب ده، بالله عليكم، بالله عليكم، مش اول كل موسم. السلام عليكم.